نهار 16 ماي 2003 المغرب غادي يفيق على واحد الصدمة كبيرة. 5 ديال التفجيرات انتحارية وسط الدار البيضاء اللي استهدفت واحد المطعم يهودي، واحد الفندق ومقر دبلوماسي وحتى مقبرة، والحصيلة كانت 41 قتيل وعشرات الجرحى. المرعب في الامر ان هاد الانتحاريين ما جاييش من شي تنظيم اجنبي ولا مدفوعين من الخارج، بل كانوا شباب مغاربه صغار في العمر وكلهم ولاد بلاصه وحده، كريان سيدي مومن. هاد الحي الصفيحي المهمش المعروف بالفقر والبطاله والتشرد في زناقيه المنسيه تم الغسل ديال الادمغه ديال هاد الشباب اللي قاموا بهاد الاعمال التفجيريه، والشعب كله تساءل شكون حرض هاد الدراري؟ واش التطرف كيكبر وسطنا بلا ما نحسو؟ وفين هي الدوله من مراقبه هاد الاحياء؟ من بعد هاد الاحداث المروعه اللي وقعت، واحد الكاتب سميتو ماحي بن كتب روايه سماها نجوم سيدي مومن، يستلهم احداثها وافكارها من الاعترافات ديال بعض الشباب اللي تعتقلوا. هاد الروايه غيجي المخرج المثير للجدل نبيل عيوش وغادي يحولها لفيلم بعنوان يا خيل الله. هاد الفيلم كان كيجاوب على سؤال واحد فقط: شنو كيحول طفل بريء كيبغي الكره الى قنبله بشريه؟ لكن قبل ما نتعمقوا في قصه الفيلم خاصنا نعرفوا شكون هو نبيل عيوش. داكشي علاش انا عماد كوجي، واليوم غادي ندويو على الفيلم الممنوع من العرض يا خيل الله. نبيل عيوش واحد المخرج ثنائي الجنسية، مغربي وفرنسي، معروف في الساحة السينمائية بأنه مثير للجدل، بحيث أنه ما كيخافش يتطرق لمواضيع حساسة من الدعارة، الإرهاب والإلحاد والمرأة وحتى الهوية الجنسية. من أشهر الأفلام ديالو علي زاوى، غزية، اللي كانوا كلهم مواد للنقاش والرفض والهجوم. ولكن أكثر حاجة خلاته محل الجدل هو الفيلم ديال الزين اللي فيك، واللي كامل عارفينه وعارفين القصة ديالو. نبيل عيوش تزاد في فرنسا، الاب مغربي والام فرنسيه، هادشي اللي خلاه يكبر بين ثقافتين، الغرب اللي كيقدس الحريه الفرديه والمغرب اللي كيتمشى مع المجتمع والتقاليد. وهذا التناقض هو اللي غادي يشكل الرؤيه ديالو الفنيه وغادي يخلق المخرج المثير للجدل اللي كنعرفوه، بحيث الافلام اللي كيدير كتحدى الواقع المغربي بالقيم الغربيه اللي هو تشبع بها. وهادشي اللي نقدروا نشوفوه حتى في الفيلم ديال يا خيل الله. فخلينا نشوفوا كيفاش نبيل عيوش ناول القصه ديال الشباب ديال كريان سيدي مومن. كتبدا بقصه بخالد اللي كان الحلم ديالو يولي حارس مرمى محترف، وخوه اللي كان كيتشمكر وكيدير بريكولات باش يصوفي عائلته اللي كان فيها باه المصاب بالجنون وخوه الكبير اللي حتى هو مجنون. لذلك بقى هو وخالد. ايضا كان صاحب خالد اللي كانت الام ديالو الشيخه كتسطح في العراسات. الاخ الكبير اللي هو حميد كان داصر في الحومه، كان هو الزعطوط، كان كيشفر وكيبيع الحشيش وديما مدابز وديما منوضه، وكان هو المثل الاعلى ديال خالد حيت كان كيبان ليه راجل. ولكن كلشي غيتبدل فاش حميد غادي تشد في الحبس وغادي يخرج شخص اخر، لانه دار اللحيه ولبس الفوقيه ولا كيهضر على الدين، الحلال والحرام، العدو والكافر والجهاد، وما بقاش هو حميد اللي كيعرفوا خوه الصغير خالد. اللي توضح ان حميد وهو في الحبس تعرف على شي جماعة إسلامية وانضم ليهم وقنعوه يبعد على طريق الحرام والتشمكير ويهتدي حسب الزعم ديالو. وفاش خرج كان كيتجمع مع صحابو للحياة، تما بدات كتشكل واحد المجموعه في المسجد ديال الكاريان، وكان حميد كيدي مع خوه الصغير خالد وصاحبه باش يتعلموا شويه من دوك الشيوخ اللي كاينين تما. هادشي تزامن مع الاحداث ديال 11 من سبتمبر اللي كلكم كتعرفوها، ديال دوك جوج ابراج ديال التجاره اللي في نيويورك، بحيث في ديك الوقيته بزاف ديال التنظيمات المتطرفه استغلت الدين باش تجر الشباب من الاحياء المهمشه خصوصا في الدول الاسلاميه، وتروج لهم الفكره ديال ان الحرب هي على العدو الكافر اللي كيقتل في المسلمين. وشويه بشويه ولا خالد مندمج مع المجموعه هو وصاحبه، اندمجوا اكثر من حميد اللي اصلا هو اللي جابهم، وهادشي اللي خلاه يبدا كيشك. وهنا غنوصلوا للمهمه اللي كلفوهم بها واللي هي معروفه عندنا اليوم باحداث 16 ماي. هاد المهمه غير سلو فيها خالد وصاحبه باش يفجروا راسهم قدام اماكن كيتجمعوا فيها الاجانب بحال المطاعم والبيران. بغيت نزيد ندوي على القصه ديال الفيلم ولكن ما بغيتش نحرقها للناس اللي باغيين يتفرجوا فيه.
يا خي الله هو واحد العمل سينمائي متقن من بزاف النواحي، قصة محبوكة، سيناريو مثير، تصوير بصري واقعي ومؤلم شوية، وتمثيل كيخليك تنسى انك كتشوف فيلم وكتحس انك في وسط الحومة. نبيل عيوش خدم بنفس الطريقة اللي استعملها في الفيلم ديالو علي زاوى، كيغوص وسط البؤس وكيشد الكاميرا وكيديرها في وجه المهمش، يخلي المشاهد يتساءل اش وصلنا لهاد الحالة. هذا الفيلم ماشي غير نقد اجتماعي، بل هو نقد مباشر للسياسات ديال الدولة اللي خلات أحياء كاملة منسية وخلات شبابها ضايعين بين الجهل والفقر والتشدد. ورغم ان الفيلم قوي بزاف كتبقى عنده بعض الهفوات اللي شخصيا كنشوفها ما كتضعفش منه بزاف. ابرزها هي الافراط في التفاصيل الممله ديال البؤس، بحيث بعض المشاهد كتحسها طويله بزاف وكتبطئ الايقاع ديال الفيلم بدون اي داعي. في نفس الوقت كاين داك النوع ديال الفقدان ديال التوازن في النهايه، حيت كتبدا الاحداث بطيئه وتفصيليه وفي الاخير ديال الفيلم كتلاحظ انها سريعه وتسكيبات بزاف ديال الحوايج بلا ما نفهموا شنو وقع. ايضا بزاف ديال التفاصيل كتخلينا ننساو التحولات النفسيه عند الشخصيات، خصوصا خالد، وكأن التحول في الشخصيه ديالو من داك الطفل الى داك الجهادي ما حسيناش به كيفاش وقع. ممكن هادشي كيخلي النهايه اقل تاثير مقارنه مع البدايه الدراميه القويه، ولكن على العموم كيبقى فيلم رائع بزاف. الجمهور المغربي كان منقسم بزاف في التفاعل مع يا خيل الله. فئه من الجمهور النقاد شافت ان الفيلم صادق وواقعي وضروري، حكى الصباح على الجرح وكيكشف كيفاش التهميش والفقر كيصنعوا التطرف، وهاد الناس اعتبروا بحال شي جرس انذار للمجتمع المسؤولين. ولكن في المقابل كانت فئه كبيره من المغاربه اللي ما حملات هذا الفيلم واعتبرته كيسيء للصوره ديال البلاد. ومن بين اقوى الردود اللي تلقاها الفيلم كانت من السكان ديال كريان سيدي مومن نفسهم. الحين اللي نباتقات منه هاد الاحداث كاملين، الناس ديالو حسوا ان نبيل عيوش استغل هذوك الناس باش يصور الحي ديالهم على انه بؤره ديال الارهاب. الفيلم باين انه تمنع من العرض في المغرب بسبب الجرأه ديالو في طرح موضوع حساس اللي هو التطرف الديني والارهاب المحلي. بالنسبه لي انا يا خي الله فيلم ماشي غير على الارهاب والبؤس والفقر، بل هو واحد المرآة قاسيه وواقعيه لواحد المجتمع مهمش. واحد من اصدق المحاولات السينمائيه باش نفهموا كيفاش كيتولد الحقد والتطرف في الزوايا المنسيه من هذه البلاد. رغم الجدل والمنع والانتقادات، الفيلم كيبقى واقف بقوه القصه ديالو، براعه الاخراج ديالو والجرأه في الطرح. على المستوى الشخصي كنعتبره اعظم فيلم مغربي في التاريخ، لانه قدر يوصلني لواحد الفهم عميق ومؤلم لبزاف الحوايج اللي واقعين مع الشباب المغاربه، وخلاني نطرح شي اسئله على المجتمع وعلى الدوله وعلى حتى راسي. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. بغيتوني ندير لكم افلام اخرى ممنوعه من العرض، كاينين بزاف وكلهم رائعين تقريبا. الا كان كيعجبكم بحال هذا المحتوى خليها ليا في كومونتير. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساش تفولويني في انستغرام، في تيك توك، كنحط تما محتوى بعيد على المحتوى ديال القناه. كنتمنى يعجبكم. الا كنتي من هواة الكتب غتلقاني في جودريدز. وهادشي اللي كان، ما تنساش لايك، سبسكرايب في القناه، تخلي لي تعليق زوين. كان معكم عماد كوجي، نتلاقاو في الفيديو الجاي.